سامراء مدينة لا تموت في ذاكرة التاريخ، لكنها تحتضر في حاضر الإهمال. كانت يوما عاصمة للخلافة العباسية، منارة للعلم ومركزا للحضارة. أما اليوم فقد أصبحت رمزا للوعود الكاذبة والمشاريع الوهمية. مليارات رصدت لإعادتها إلى مكانتها، قانون أقر ليبعث فيها الحياة من جديد. مدينة كانت تتباهى بحضارتها، واليوم تتوارى خلف أنقاض الإهمال والفساد. منذ إقرار قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية عام 2018، وعد المدينة بمشاريع تنموية تهدف إلى إحياء تراثها وتطوير بنيتها التحتية. لكن على أرض الواقع لا تزال سامراء تعاني من تدهور الخدمات الأساسية وغياب المشاريع الموعودة. المواطنون يتساءلون: أين ذهبت التخصيصات المالية التي رصدت في موازنات المحافظة؟ لماذا لم نرى أي تحسين يذكر في البنية التحتية أو المرافق العامة؟ هل تحولت تلك الأموال إلى جيوب الفاسدين؟ في الوقت الذي تهمل فيه سامراء، نرى بعض المسؤولين يتنقلون بين المحافظات، يرفعون شعارات الإعمار والتطوير ويعدون بالنهضة والتنمية. لكن ماذا عن مدينتهم الأصلية؟ أليس من الأولى أن يبدأوا بإصلاح ديارهم قبل التباهي بإنجازات في أماكن أخرى؟ إن هذا التناقض يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير لدى بعض المسؤولين. كيف يمكن لمن يحمل مدينته الأم أن يكون جاداً في وعود بإعمار مدن أخرى؟ هل هي مجرد محاولات لكسب التأييد السياسي، أم هناك مصالح شخصية تغلف بمشاريع براقة؟ سامراء بتاريخها العريق لا تستحق هذا الإهمال. المواطنون يطالبون بالشفافية والمحاسبة، يريدون معرفة مصير الأموال المخصصة لإعمار مدينتهم، يريدون رؤية مشاريع حقيقية تنفذ على أرض الواقع، لا مجرد وعود على الورق. في الختام نتساءل: أين ذهبت أموال قانون سامراء عاصمة الحضارة؟ لماذا لم تنفذ المشاريع الموعودة؟ وما علاقة مثنى السامرائي بكل ما يجري؟ وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.